نيجي بقى لموسم 83 84 كده هنوصل لاعلى ليفل الوحش من المجاملات والتحيز والاحتواء وكل حاجه. مش حكام بقى، ده حكام ومنظومه وكل حاجه يعني. طبعا الموسم ده كان الاهلي برضو بيلعب في افريقيا هو المقاولين، والاهلي برضو تاجل له بقى ماتشات كتير من الدور الاول بسبب مشاركته في افريقيا. وفي نفس الوقت الزمالك كان بيلعب بانتظام. بعد كده منتخب مصر في اخر شهر ديسمبر عمل معسكر في الاردن عشان كان قدامه ماتش الجزائر، وقبلها كان ماتش زامبيا في اكتوبر. تمام، فكان في توقفات كتير، الجدول ما كانش منتظم خالص. بعد كده مصر لعبت الجزائر في شهر يناير، وبعد كده مصر استعدت للقاء الجزائر في شهر فبراير ماتش العوده عشان تاهل لاولمبياد لوس انجلوس. بعد كده الدوري وقف عشان خاطر كاس 84. بعد كده الدوري رجع بقى في اخر مارس، لا حتى كان ماتشات في اخر مارس كانت ماتشات الاهلي والمقاولين والزمالك في بطولات انديه افريقيا ابتدت، فبرضه كان في تاجيلات. ابتدى الدوري شويه في شهر ابريل، بدوا الدور الثاني وكان لسه في ماتش الاهلي والزمالك من الدور الاول ما اتلعب في مايو، اول مايو 84. لخبطه سوده بقى، وعلى ما الدور الثاني ابتدى ينتظم شويه رغم ماتشات الاهلي والزمالك والمقاولين في مايو برضه دور ال 16. قال لك الدوري هيستكمل الدور الثاني وكاس مصر من غير اللعيبه الدوليين استعدادا لاولمبياد لوس انجلوس، اللي هي الدوره كانت هتقام، ماتشات مصر هتبتدي في اخر شهر 7 في اخر يوليو. فمعسكر المنتخب ابتدى اول يونيو، يعني معسكر المنتخب ابتدى 1/6 عشان يعني ماتشات مصر في اولمبياد لوس انجلوس هتبتدي اخر 7. فمن 1/6 قرروا او قرر اتحاد الكوره استكمال الدوري والكاس بدون اللعيبه الدوليين عشان المنتخب يستعد لاولمبياد لوس انجلوس اللي هتتلعب في اخر شهر 7 84. طبعا ده كده بقى يعني صب في مصلحه الزمالك 100%، 150%. هنيجي بقى واحده واحده. بدايه الموسم كان الزمالك والاتحاد الدور الاول، كان الزمالك لعب الاتحاد في الجبل الاخضر، ده اول ماتش. الزمالك اتقدم بهدف ابراهيم يوسف. الشوط الثاني الاتحاد سجل الهدف ما اتحسبش، اتحسب تسلل. اعتقد كان محمود عثمان هو الحكم. تمام، الهدف ده بقى ما فيهوش ريحه التسلل، وكان في جماهير الاتحاد ساعتها اعترضت جامد جدا على الهدف، وجابوا الصوره عليهم وهم بقى بيعترضوا بيرموا، يعني كانوا بيعترضوا بشكل جامد. وكان ليا صديق طبعا معروف اللي هو طبعا خالد ابو زهره، كان صديق الدراسه وصديق العمر يعني، هو اتحداوي وكان من كبير مشجعي الاتحاد، وكان ساعتها في ثانويه عامه، كنا في ثانويه عامه ساعتها. هو كان حاضر الماتش ده مع جمهور الاتحاد، حتى الكاميرا جابته، وهو وجمهور الاتحاد بيعترضوا على الهدف. هدف صحيح للاتحاد لم يحتسب في مرمى الزمالك. بعدها باسبوعين، اسبوعين 3 الزمالك لعب البلاستيك بقى، فرقه لسه طالعه الدوري، يعني لسه فرقه طالعه الدوري. تمام، بقاله سنين البلاستيك من سنه 78 لما نزل، لسه طالع الدوري بقى. تمام، ضربه جزاء للزمالك كده على طول، سجلها مجدي طلبه، كان لسه يعني طالع ساعتها. بعد كده البلاستيك احرز هدف ما اتحسبش، اتحسب اوفسايد برضو، رغم ايه بقى لعيبه البلاستيك جريوا ونطوا وقعدوا يهنوا اللي احرز الهدف ويحتفلوا وبتاع، وفين الحكم حسبها تسلل. بعدها كوارشي اللي هو كان اول موسم ليه مع الزمالك احرز الهدف الثاني وفاز الزمالك 2-0. يعني كده احنا ماشيين كده بالنقنق يعني. تمام، المهم يعني الاهلي بقى على الجانب الاخر طبعا في ماتشات حصل له ظلم رهيب. يعني ماتش الاهلي مثلا والاسماعيلي في الاسماعيليه دور الاول، اللي هو كان تقريبا في يناير 84 ما بين ماتشين الجزائر، كان اتلعبت شويه ماتشات دوري في النص. الماتش ده ضربة جزاء اتحسبت للاسماعيلي لحماده الرومي، هو داخل رامي نفسه، يعني هو داخل رامي نفسه وموقع نفسه، كابتن محمد حسام تمام حسبها ضربة جزاء ما فيهاش ريحة ضربة الجزاء، سجلها صبري المنياوي وفاز الاسماعيلي بضربة جزاء غير مستحقة تماما. بوريكم بس الظلم اللي بيحصل للاهلي. تمام، ويعني ايه، وعلى الجانب الاخر مجاملات الزمالك يعني. المهم بقى الدوري توقف وقصص، والاهلي بقى متاجلوا ماتشات بالهبل، ويعني كان موسم غريب. بعد كاس الامم بقى رجعنا تاني،
وطبعا كالعاده المنتخب بقى بيتاخد فيه كميه لعيبه من الاهلي، والزمالك ما بيتاخدش الا 4 لعيبه، منهم 2 بيبقوا كومبارس ما بيلعبوش اصلا. ماشي، يعني بيتاخد عادل مأمور، وفي كاس والفتره دي ما كانش بيلعب خالص، ما بيشمهاش هو عشان اكرامي وثابت طبعا، يعني تمام، اكرامي وثابت في مستواهم، فعادل مأمور ما بيشمش الملعب. بيشموا بقى ايه دوره البحر المتوسط لما يكونوا الاثنين غايبين زي 83، عشان الاهلي والمقاولين كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا ساعتها، فالمنتخب لعب من غير لعيبه الاهلي والمقاولين. يشمها امتى؟ لوس انجلوس لما اكرامي وثابت يصابوا كده يعني. ماشي. فاللي كان بيلعب ابراهيم يوسف، تمام. عادل مأمور ما كانش بيلعب الا في الظروف اللي قلت لكم عليها. بدر حامد كان بيروح كومبارس الا ابتدى يشارك في لوس انجلوس، تمام. عادل عبد الواحد يعني كان بيشارك كده على فترات قليله جدا، وبعد كده مشي عدد واحد وخد محمد حلمي على لوس انجلوس كان بيشارك. انما المنتخب لعيبه الاهلي كلها تقريبا فول تيم يعني. المهم الاهلي تعرض برضه اصابات لعيبه مؤثره. مختار اصيب في ماتش المقاولين في بدايه الدوري، اللي هو المفروض في الاسبوع الثالث، بس كان الاهلي تاجله اول ماتشين. اصيب وبطل كوره. تمام. انتوا عارفين مين مختار وتاثيره ايه على الفريق. ماهر همام يعني اللي هو دفاع الاهلي ما ينفعش من غيره اصلا. اصيب بعد مباراه الجزائر الاولى هناك في الجزائر اللي هي 6 يناير 84. حسام البدري اصيب في مباراه كلاس او الحليب المغربي في ابطال الكؤوس ابريل 84. اكرامي وثابت بعد كده اصيبوا في معسكر المنتخب استعداد الاولمبياد لوس انجلوس، وراحوا المنتخب واصيبوا. مين تاني؟ طبعا رمضان السيد كان بيصاب على طول، ويعني المهم الاهلي كان بيعاني من الاصابات كمان. فيقوم بقى اتحاد الكوره جاي طبعا ايه، هنشوف بقى موضوع اللعب من غير الدوليين. المهم الايه الاهلي ايام 84 كان الجوهري ساعتها ماسك الاهلي، اخذ اللعيبه اللي مش دوليين وراح بيهم الاردن، عمل معسكر اعداد حلو جدا وماتشات وديه هناك، وتالق فيها شوبير كان لسه بقى ما لعبش رسميا فريق اول، وتالق فيها لعيبه بقى زي حمدي ابو راضي واسامه عرابي ولاعيبه كتير، ومحمد حشيش واللعيبه الغير دوليين، ومصطفى عبده كان استعاد مستواه.